نتكلم بقى عن الاستثمار طويل الاجل. الاستثمار طويل الاجل ده شخص تاني خالص غير الشخص اللي بيضرب ده. اول حاجه بيمتاز بيها الشخص ده انه ما عندوش سيوله كبيره زي الشخص اللي بيضرب. تاني حاجه ان هو ما عندوش هدوء، بس مش هنقول ان هو ما عندوش خالص، لان لازم عموما الاستثمار في البورصه بايا كان الشكل من الاشكال لازم تبقى هادي شويه. قراراتك ما تبقاش بولسف في قراراتك، يعني ما تبقاش اندفاعي، وفي نفس الوقت ما تبقاش عاطفي في القرارات بتاعتك. يعني ما تخافش، وفي نفس الوقت ما تبقاش جبل ما بتحسش، تبقى شايف فلوسك بتخسرها قدامك وما تتصرفش تنقذ نفسك. لازم تبقى هادي في كل الاحوال. بس اللي بيستثمر طويل الاجل ده هدوء شويه مختلف عن الهدوء اللي عند الراجل اللي بيضارب، في انه هو كده كده كل شهر بيشتري. هو موظف او هو بيخصص جزء من دخله شهريا مثلا 10%، ايا كان المبلغ اللي بيطلع له من 10% او 20%، كده كده كل شهر هياخد المبلغ ده يخليه في محفظته الاستثماريه اللي بيها يقدر ينفست في اي شركه من الشركات بتاعته كل شهر. يعني ايه كل شهر؟ يعني مثلا الشهر ده اشترى في الشركه وهي بالغالي، ونزلت الشهر الجاي، كده كده الشهر الجاي تاني داخله له فلوس تانية هو هيحولها برضه للمحفظه اللي هي ال 10% بتاعته، فهيشتري لما الشركة تبدأ تنزل تاني. لو كان شاري فيها الشهر اللي فات بسعر أعلى، فبالتالي هيعمل المتوسطات، فالسعر بتاعه هيقل وخسارته هتقل. ده الاطمئنان اللي بيبقى عند الشخص اللي بيستثمر استثمار طويل الاجل. استثمار طويل الاجل مدته تبقى قد ايه؟ ده انت بتحددها، كل شخص بيحددها، 6 شهور، سنه، سنتين، 3، اب تو يو، يعني براحتك. بيبقى هو مخطط ان هو يدخل في الشركه سين من الشركات دي ويقعد معاها سنه ويطلع منها، يكمل بعد كده في الشركه دي، هيشوف شركه تانية او رينفست في شركه تانية. ميزته ان هو بيحميك شويه من تقلبات الاسعار اللي انت بتشوفها حواليك. يعني زي ما كنت بقول لك، الشركه لو كانت عاليه ونزلت خالص انت كده كده هتشتري فيها هي نازله، وفي نفس الوقت لو هي نازله وابتدت ترفع كده كده بتبدا تشتري منها تاني او تشتري فيها تاني وبرضه بتستفيد. عكس المضارب، ان هو لو ما حققش الربح اللي هو عايزه من الشركه دي وما حققش الخطه اللي هو مخططها ليه كانفستمنت في الشركه اللي هو داخل فيها دي، مش هيطلع من الشركه، بمعنى ان هو مكمل فيها. الا بقى لو كان في خبر وحش طالع على الشركه قريب هتفلس ايا كان، فبيطلع ياخد فلوسه ويمشي. ميزته ان هو بيبقى قاعد اخر واحد في الصف كده، بيشوف الدنيا ماشيه ازاي وبيمشي زي ما هي ماشيه، بيختاروا 3 4 شركات يشتري فيهم. ده الاستثمار طويل الاجل. انت اخر المده بتطلع من الشركه وبتشوف شركه تانية وبتشوف فلوسك زادت قد ايه. في الحالتين سواء كنت مستثمر طويل الاجل او بتضارب، في حاجه كده يعني بيزك او حاجه كده لوجيك. المحفظه بتاعتك الاستثماريه لازم تنوعها، بمعنى ما تشتريش كل اسهمك مثلا او كل الشركات اللي انت بتشتري فيها في قطاع العقارات. ما ينفعش، ان العقارات لو وقعت انت فلوسك راحت. افضل انك تنوعها، يعني شويه في العقارات، شويه في البنوك، شويه في القطاع الطبي، شويه في البتروكيماويات، شويه في قطاع الاتصالات. اتس اب تو يو. واشتري دايما في الشركات اللي انت عارفها بمعنى اخبارها متداوله قدامك دايما، بتتعامل معاها، فانت هتعرف الاخبار بتاعتها، عارف ارباحها، الكلام ده كله. في نفس الوقت تابع المثل اللي بيقول لك على البيضه كله في سله واحده، يعني ما تشتريش كل فلوسك في القطاع واحد عشان ما تخسرهاش كلها. نوع، بمعنى ان لو قطاع العقارات اللي انت شاري فيه شركه او شركتين نزل، انت كده كده شاري في 5 6 7 عقارات. قطاعات تانية اكيد مش هينزلوا في نفس الوقت، الا بقى لو السوق كله نزل، ده موضوع تاني. ده قعدت فتره طويله هتقدر تعرف وتفهم السوق ماشي ازاي، لانه في وقت بيعيد نفسه فيه. القمه اللي انت شايفها دلوقتي دي كان بيسبقها قاع او كانت قمه في نفس الوقت تقريبا من سنه او من سنتين. ما تنوعش بالشكل اللي يخليك ما تحسش بقيمه فلوسك. بمعنى لو انت شخص بيستثمر استثمار طويل الاجل، ما تشتريش في 15 و 20 شركه مثلا وانت كل البادجت او كل السيوله اللي عندك او كل محفظتك الاستثماريه عامله 5000 جنيه. يعني لو اشتريت في 15 شركه، انت لو افترضنا مثلا انك هتقسمهم بالتساوي، اقسم كده 5000 جنيه على 15 شركه، جيفن انه يعتبر مثلا سعر السهم 200 جنيه، هتلاقي نفسك بتشتري كلام فاضي كعدد اسهم. فحاول تقلل شويه استثماراتك او تقلل شويه عدد الشركات لو انت محفظتك اصلا كفلوس قليله. يعني مثلا لو واحد معاه 1,000,000 جنيه بيستثمرهم في البورصه، يا بختك طبعا، اكيد مش هيشتري في 5 شركات ولا 6 شركات، دي اتصاب تهم يعني براحته. بس برضو بتلاقي عدد الشركات اللي عنده اكبر شويه من واحد معاه 5000 او 10000 او حتى 100,000 جنيه. فاهمني؟ لازم تقلل شويه من الشركات بتاعتك علشان فلوسك ما تضيعش في العمولات بتاعت الشراء والبيع، وفي نفس الوقت عشان تحس بالربح شويه. لما تبقى شاري ب 200 جنيه في شركه ومثلا فلوسك تزيد بمقدار 100%، بمعنى كده انك كسبت تقريبا 200 جنيه فوق ال 200 جنيه بتاعتك. ستيل انا عارف انه مكسب 100%، بس تخيل بقى لو انت شاري ب 100,000 جنيه في الشركه دي، فاهمني؟ او لو شاري ب 1000 جنيه في الشركه، ال 100% هتبقى اكبر. ف I think you get the point. في النهايه لو انت بتتابعني هنا على اليوتيوب لغايه دلوقتي ومش مشغل الفيديو، اكيد انت استفدت من الفيديو somehow. فيا ريت تشير الفيديو ده مع حد من اصحابك وتقول رايك في
محتوى، في السيت اب، في الكونتنت، في اي تعليق عندك سيبوا لي تحت في الكومنتات. اكيد هتعمل لايك للفيديو لو عجبك، او تعمل له ديسلايك حتى لو مش عجبك، مش مشكله، المهم انك انت تاخد اكشن معايا. وسبسكرايب عندي في القناه، وتشغل زر كل الاشعارات علشان اي ريل هينزل قدام او اي شورت هينزل على اليوتيوب هنا تتابعه. وتابعنا على الانستجرام، على فيسبوك، على تيك توك، على كل السوشيال ميديا هتلاقيني موجود، علشان اكيد هنزل عن هناك برضو محتوى. Thank you for watching and see you next video. Bye.